اهلا بيك يا طالب اولى اعدادي يا جميل يا عسل. نقول السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. طالب اعداديه الجميل الحليوه العسليه. بص يا باشا، اولا كده ان شاء الله هنراجع مراجعه لشهر فبراير ومارس لمراجعه اولى اعدادي. طبعا السؤال اللي يجي في دماغك دلوقتي ايه ده؟ هو جينو من امتى بيدي اعداديه؟ هو انت هتدي اعداديه يا جينو ولا ايه بالظبط؟ ايوه من النهارده كده احنا هندي بدايه. طب هنديها ازاي؟ مجانا، كله على اليوتيوب. طب هتبقى شرح تفصيلي هيبقى حل بس؟ بص يا حماده، اولا كده انت عندك بس مراجعه شهر فبراير ومارس، تمام؟ دي هنحل فيها. بعد كده يبقى في شرح تفصيلي للوحدات بقى ومراجعات، سواء جرامر كلمات، كل اللي نفسك فيه، كل اللي نفسك فيه هتبقى شرح كامل للوحدات بعد كده ان شاء الله، هينزل بعد كده. تمام؟ طب اولى اعدادي بس؟ لا، اولى اعدادي وثانيه اعدادي وثالثه اعدادي وثانويه عامه برضه، احنا كده كده شغالين ثانويه عامه ان شاء الله كمان. طب ده هينزل فين؟ على اليوتيوب مجانا. اولى اعدادي، ثانيه اعدادي، ثالثه اعدادي، كل ده مجانا على اليوتيوب. انا مش عايز منك حاجه، كل اللي انا عايزه منك حاجه بسيطه خالص، دعوه من قلبك. حاجه تانية، سبسكرايب للقناه عشان لو نزلنا اي حاجه جديده، تمام؟ وقول لاصحابك ان جينو ان شاء الله مكمل في السلسله دي باذنك انت يا رب. هينزل لك بعد دي كمان مراجعه بقى، تبقى مراجعه على الوحدات 7 و8 و9 ال10 ال11 ال12، ليله امتحان، مراجعه اخر السنه. هينزل لك حاجات حلوه كتير ان شاء الله. تمام؟ طيب نقول ايه تاني؟ بص يا سيدي، البي دي اف اللي احنا هنشتغل منه ده ان شاء الله هتلاقيه في الديسكربشن، هتلاقيه في قناه الواتساب بتاعتنا، اعمل لها اشتراك، تمام؟ عشان هتلاقي البي دي اف الجميل ده، تمام؟ ولا احتجت اي حاجه احنا تحت امرك في اي حاجه. تمام؟ نقول بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عندنا دلوقتي ده حاجه كده من كتاب جيم، حاجه بسيطه خالص. احنا بنشرح، هنبتدي نلخص بالراحه ونحل نقرا وحتى نفسر كل جمله. بقول لك ايه؟ بسم الله. It's our duty. duty ده معناها واجب، مش واجب اللي هو الهوم ورك، لا، واجب يعني واجبك تجاه وطنك، واجبك تجاه حياتك، والدتك، انت مثلا باباك ومامتك انت واجبك ناحيتهم ان انت تطيعهم مثلا، فدي اسمها duty. انما هوم ورك ده واجب منزلي. It's our duty to our ancient دي معناها قديم، حلو. monuments دي معناها الآثار. تعال نترجم الجملة تاني بالراحة كده. إنه من الواجب لنا أن إيه our تبعنا احنا يعني monuments ancient monuments. احنا لما بنيجي نترجم بنترجم اليمين الشمال. ancient دي صفة وmonuments ده اسم، فاحنا بنترجم الاسم قبل الصفة في اللغة العربية، فنقول إيه؟ آثار قديمة. إنما في الإنجليزي بنترجم الصفة قبل الاسم، تمام؟ فنقول إيه؟ إنه من الواجب لنا أن إيه؟ الآثار القديمة بتاعتنا، إن إحنا نعمل معاها إيه؟ إن إحنا نعمل neglect معناها نتجاهل، ولا اجنور. نجلكت برضو معناها ترفض او تجاهل، واجنور يتجاهل برضو، ونجلكت برضو معناها يهمل طبعا. بريزيرف معناها يحفظ، تمام. ريفيوز يرفض. حلو. طيب انهي واحده فيهم ان احنا المفروض نعمل ايه؟ ايوه صح، زي ما انت قلت كده، بريزيرف معناها ان احنا نحفظ، مش نحفظ ان انت تحفظ الحاجه، تحافظ عليها، تحافظ على اثارنا القديمه. تمام. طيب every weekend، كل ويك اند نهايه اسبوع. تعالى ما افهمها لك بالراحه. ناس كتير جدا مفكره ان الويك اند ده الجمعه، لا، الويك اند ده بيختلف من ثقافه دوله لدوله. يعني مثلا في ناس تانية عندها السبت اجازه، فالسبت ده كده الويك اند، الحد اجازه، فبالنسبه لها ده اسمه الويك اند، ما قالش فرايداي. احنا عندنا الجمعه اجازه، فالويك اند بالنسبه لنا الجمعه مثلا، فكل واحده لها ثقافه بلد. every weekend we gather معناه نتجمع، يعني نتجمع مع بعض at our grandparents house، في منزل جدودنا. grandparents house. synonym دي معناها مرادف. يعني ايه مرادف؟ كلمة بتساوي كلمة of gather. كلمة المرادف لكلمة gather ايه؟ ده مصطلح على بعضه كده، مع نقول get together ان احنا نبقى مع بعض. control معناه يتحكم together. take together لا طبعا. send يعني يرسل together لا، فالصح بتاعتها اسمها get together معناها نتقابل او ان احنا نبقى سويا، تمام؟ يبقى get together. اوكي. parents معناها الوالدين اللي هو بابا وماما يعني. care يعني ايه؟ يعتني. for their children لاولادهم او اطفالهم. حلو. the word care، كلمة care لما يجي يقول لك الحاجات دي في تو كوتيشن ماركس، يبقى يقصد ان هو عايز يسألك على الحتة دي. the word care is verb، الكلمة دي verb يعني فعل. طيب while the adjective، ولكن الصفة منها ايه؟ تعالى بس ما افهمك قبل ما ندخل على دول يعني ايه verb ويعني ايه adjective. اصلا verb هو حاجة بتوصف رد فعل يعني ايه، او اكشن. مش فاهم انت دلوقتي بتعمل ايه؟ فانت بتسمع، فانت بيحصل ايه؟ اكشن. فما دام حاجة بتحصل اكشن فانت يسمع،
في اكشن، في حاجه بتحصل. طيب انا بعمل ايه؟ بتكلم، ففي ايه؟ اكشن. في كلمه يتكلم، تمام، او يتحدث، فدي اسمها اكشن. وانت بتسمع، بتبص، فاي حاجه فيها اكشن ده فيرب. طيب انما الادجكتيف هي كلمه بتوصف الاسم. يعني ايه اسم؟ مش اسمك انت او اسمك انت، لا. الاسم ده يعني ايه؟ يعني مثلا دي سبوره، فاسمها سبوره، فانا عايز اوصفها فبقول سبوره كبيره، فالكبير كلمه كبيره دي وصفت السبوره، فكلمه كبيره اسمها ادجكتيف. طيب محمد از طول، طول يعني ايه؟ طويل، فانا وصفت الشخص ده، وصفت الراجل ده بالطول، فاذا طول كلمه تصف الاسم. فاذا ادجكتيف يعني ايه؟ هي كلمه تصف الاسم، صح كده؟ والفعل هو كلمه بتوصف اكشن، حاجه بتحصل، تمام. فقال لك ان كلمه ان الوالدين بيعتنوا باطفالهم، قال لك كلمه يعتني دي فعل. طيب الصفه من كلمه يعتني ايه؟ يعتني ايه؟ كيرز، يعتني برضو لا، كاري يحمل، كيرفول حريص. ما هو واحد بيعتني بحد والتاني حريص ان هو بيعتني، معتني بنفسه، اوكي. كوشن الحرص، تمام. طبعا احنا عايزين ايه؟ كيرفول او حريص. محمد از كيرفول، فالكلمه دي وصفت محمد، فالكلمه دي تبقى ايه؟ صح، adjective، يبقى ايه؟ كيرفول، اوكي. think طحينه، ام سوري، طحيني، تمام، اللي هي الطحينه يعني. thick، thick دي معناها سميك، وخلي بالك في thick وفي thick. thick طلعت الثاني، خدت بالك، طلعت الثاني. thick اللي هي سميك، حاجه تخينه يعني، تخينه. انما sick دي مريض. المهم طحينه دي is a thick used many in many، تستخدم في many فلافل، الطعميه يعني، او فلافل sandwiches، في السندوتشات بتاع الطعميه. هي عباره عن ايه؟ الطحينه دي عباره عن ايه؟ الطحينه دي فاكهه؟ لا. vegetable، خضروات؟ لا. bread، عيش؟ لا. ولا صوص؟ الصوص ده اللي هو الحاجه السايبه كده، تمام، زي مثلا صوص الطماطم، صوص كده الطحينه، الباربيكيو، الحاجات الحلوه دي، تمام، فهي صوص. تعالى هنا يلا يا ولد، تعال نترجم الاول الكلمات دي، وبعد كده هتلاقي نفسك ماشيه معاك ايه؟ زي الطحينه في الحلاوه. تراديشن دي معناها تقليد، مش تقليد ان انا بقلد حد اقول له يا قلوده، لا. يعني ايه تقليد؟ تقليد، تقاليد العيله. يعني مثلا احنا العيد بنعمل ايه في العيد؟ شطور، انت لسه جاي من عيد اهو، او احنا في العيد بتعمل ايه؟ اول حاجه بسم الله الرحمن الرحيم، حضرتك بتاخد العيديه، فدي اسمها تراديشن. تلبس جلابيه وتنزل تصلي، تراديشن، نزلت صليت، فده تراديشن. في ناس شباب تلاقيهم لابسين صنادل والجلابيه وقعت، اتفضل حاج احمد، فده تلاقي ايه؟ تراديشن، اسمها تقاليد، يعني احنا اتعودنا على ده، المجتمع كله بيعمل الحاجه دي، فتقليد. او مثلا بيتنا متعود ان هو يعمل الحاجه دي كل اسبوع، فده تقاليد. وصلت؟ فدي تقاليد. مثلا سبيشال دي معناها خاص، حاجه خاصه. اقول لك انا جايب لك حته اوردر سبيشال، تاكل من صوابعك، حاجه سبيشال يعني حاجه مخصوصه ليك انت، حاجه معموله لك انت، فاهم؟ سبيشال. ميموريز، ذكريات، ذكريات، حاجات بتفتكر بقى اللي فات يعني، تمام. جاذر، نسالنا، نتجمع. ديفرنس، مختلف، لكن الواد ده ديفرنس كده غريب، حاجه كده ديفرنس، جايب لك حاجه مختلفه، فاهم؟ طيب تعال نترجم يلا كل كلمه. every family، every كل family عائله. every family has its own stories and customs، يعني كل عيله عندها القصص بتاعتها والكاستمز، العادات والتقاليد الخاصه بيها. and ours are no different، يعني حتى كمان العادات بتاعتنا احنا مش مختلفه، not different، مختلفه، تمام. وديفرنس دي مختلف او اختلاف، تمام، ماشي. نو ديفرنت، مفيش اختلاف. نو ديفرنت اختلاف، مش مختلف، او مفيش اختلاف، ماشي. our family loves spending time together، يعني ايه؟ العيله بتاعتنا بتحب spending، معناه قضاء وقت مع بعض، ماشي. and creating beautiful، creating دي معناه يخلق او ينشأ. هنا مش يخلق اللي دماغك، لا استغفر الله العظيم، ده حاجه بتاعت ربنا، لا مش في دماغك، ده اللي مش في دماغك. انا ممكن مثلا اخلق فكره جديده، يخلق يعني معناه يجيب حاجه مش كانتش موجوده، فدي اسمها الخلق، ان انت تخلق حاجه. وطبعا دي في صفه مثلا ربنا بيخلق خلق الكون، فبس بنخلي السي كابيتال عشان تعظيم لربنا، ده حاجات هتاخدها ادفانسد بعيده شويه، بس انا بقول لك من دلوقتي يعني، تمام. فكرييتنج بيوتيفول، بيخلق ايه جميل، لسه هنعرف. هل بيخلق ايه جميل؟ بيخلق تراديشن جميل، ولا سبيشال خاص جميل، ولا ذكريات جميله؟ بيوتيفول ايه؟ ميموريز، ايوه شطوره، يبقى هنا ميموريز، ميموريز كتبناها، ميموريز. our favorite happens every Friday، خلاص كده دي راحت اهي.
هنشطب عليه. اور ايه فيفورت. على فكره كلمه فيفورت بس بالمره دي كلمه امريكي. طب اللي عرفني يا جينو، بص اعلمك حركه صايعه قوي. الكلمه اللي فيها او يو لما بنيجي نخليها امريكي بتبقى او، زي مثلا كلمه ايه كالر. شوف دي كده بالامريكي، بالبريطاني كده سي او ال او ار بالبريطاني. زي بالظبط كلمه فيفورت ممكن نخليها اف اي في او يو ار اي تي اي. اصلا مفيش فرق بينهم، دي بريطاني ودي امريكي. يعني البريطاني من الاخر اللي فيها او يو، والامريكي او، عشان دماغك ما تركبش بس. Our favorite A happens every Friday. ايه اللي بيحصل كل جمعة؟ التقاليد بتاعتنا بتحصل كل جمعة، ولا our gather دي يتجمع، تمام؟ ده فعل. لا، ويبقى ايه؟ our tradition. فإذا tradition. ماشي. every Friday خلاص دي راحت. our family members العيلة أعضاء. الممبرز دي معناها أعضاء، مش أعضاء عضو الجسم غير عضو في جماعة. عضو الجماعة اسمه ممبر. يعني انت عضو من العيلة بتاعتك فانت ممبر. حلو الكلام. مثلا انت دلوقتي عضو من اعضاء جينو في القناة بتاعتك، فانت مش سبسكرايبر، انت ممبر، انت بقيت عضو مني خلاص كده، تمام؟ من عيلة جينو. وصلت الكلام؟ باي ذا واي اسمي محمد. ماشي. انما ممبر دراعك، ودنك، مناخيرك اللي بتحشري بقى يا اختي كل حاجه في حياتك دي، تمام؟ البت مسامح ماشيه مع الواد ابو سيد، فاهم ازاي؟ فانت مناخيرك دي اورجن، انما ممبر مش مناخيرك ممبر، تمام؟ المهم قال لك ان اور فاميلي ممبر، اعضاء العيله بتاعتنا ايه؟ at my grandmother's house. بيعملوا ايه في بيت جدتي؟ for a big lunch، عشان غدا كبير. بيعملوا ايه بقى؟ ايوه صح، gather يتجمعوا. شطور، شيل دي. فاضل difference و special. هنشوف. my خلاص grandmother cooks her famous chicken. جدتي بتطبخ الفراخ المشهوره بتاعتها، او وجبه الفراخ المشهوره بتاعتها. اكيد مش فرخه مشهوره يعني عندها فرخه اشهر من محمد صلاح اكيد لا، يعني يقول لك الوجبه المشهوره بتاعتها. and rice بتعمل رز وفراخ. and everyone brings something، وكل واحد bring دي معناها يجلب، يعني باللغه البلدي كده بيجيب ايه؟ something ايه؟ حاجه كده خاصه او حاجه. after eating بعد الاكل the children always plays. طبعا هما بيجيبوا ايه؟ bring something ايه؟ difference ولا special؟ difference الاختلاف او مختلف، تمام؟ انما special اكيد special، بيجيبوا حاجه، كل واحد بيجيب something special، حاجه خاصه بيه هو او حاجه مخصوص. المهم always play game in backyard it's so much. بيلعبوا بقى ورا في الحوش والدنيا بتبقى زي الفل. طيب تعال نشوف ده بقى واحد ايه. This is my laptop. كلمة mine يعني بتاعي، تمام؟ يعني قال لك ايه؟ تعال نترجم بالبلدي، بلاش اللغة العربية. انت لو ترجمت لغة عربية انت هتتسوح. انا بقى ايه؟ هعلمك لغة جينو الجميلة اللي خد ودي بشكل ودي، تمام؟ طلبة ثانوية عامة اتعودوا عليه. فانا طبعا طالب اولى اعدادي بنربيك دلوقتي على لغة ايه؟ جينو. خد ودي بايه؟ بشكل ودي. هتترجم باللغة العربية هتنونو، هتترجم بالبلدي هتلاقي الدنيا ماشية معاك زي الفل، تمام؟ قال لك لو انت قلت this is my laptop، هذا هو لابتوبي، تمام؟ ايه هذا؟ هو في لابتوبي باللغه العربيه؟ تعال نترجم بالبلدي. ده اللابتوب بتاعي، ده لابتوبي اهو، لابتوبي. ده بالبلدي خلاص، ده لابتوبي، ده لابتوبي. كلمه ماين فبقول بتاعي، ماين دي بتاعي، ترجمتها كده. لو هنترجمها باللغه العربيه نقول ملكي، تمام؟ فانا عايز اقول اللابتوب عايز بقى تحط ماين اهو، ده لابتوبي وكلمة بتاعي. ترجمة بقى بالعربي كده، عايز اقول بتاعي فاقول ايه؟ اللابتوب ده شطورة بتاعي، فاهي اهو this laptop is mine. شفت جت ازاي؟ تاني، ده لابتوبي وكلمة بتاعي، فانا عايز اقول باللغة العربية، عايز احط كلمة بتاعي دي في لابتوبي، تبقى ايه بقى؟ اللابتوبي او اللابتوبي ده لابتوبي بتاعي، ولا اللابتوب ده بتاعي اهو. this laptop is mine. this laptop is mine، تمام؟ لو هنترجمها باللغه العربيه هذا هو حاسوبي، عايز اقول ايه؟ ملكي، يبقى هذا الحاسوب ملكي. وصلت؟ تعال نشوف بقى اللي بعدها. بيقول لك ايه؟ نادر owns this bike. يعني ايه باللغه البلدي كده او باللغه العربيه؟ نادر يمتلك هذه الدراجه. باللغه البلدي نادر عنده العجله دي، وهنا نادرز، تمام؟ فعايز اقول دي عجله نادر. ما هو نادرز لازم اقول ايه؟ الابوستروف اس هيجي بعدها الحاجه اللي هو بيمتلكها، فاقول ايه؟ this is
ايوه نادرز زي ما انت قلت، نادرز بايك. ترجمها يلا باللغه العربيه، هذه دراجه نادر، او ممكن نقول دي عجله نادر. تمام كده؟ طيب it is not allowed او it isn't allowed to eat in the school library. اوكي هنا mustn't دي سهله قوي، لقيت دي كلها شيلها اهو، وحط واحده كلمه واحده خالص اهو، you mustn't eat in the school library. اوكي you mustn't eat in school. طب إيه مش فاهمها يا جينو. it isn't allowed to يعني ليس مسموح لك ان، مش مسموح لك ان انت، مش مسموح لك ان انت. فكلمة مش مسموح لك يبقى انت المفروض ما تعملش، فبتساوي كلمة you mustn't. احنا كل ده هناخده في الشرح ان شاء الله بعدين، تمام؟ بس هشرحه لك دلوقتي برضه. mustn't هي it's not allowed. has the blue bag is Sally's، يعني ايه؟ الشنطة دي بتاعت سالي. the blue bag is Sally's زينا بالظبط لو قلنا دي اللي هي this is نادر owns this car، يبقى this bike is نادر's، هياها برضه زي دي. The blue bag is Sally's أو this bike is نادر's، هي نفس الجملة. The blue bag is Sally's يقصد بيها إيه؟ يقصد يعني عايزين هذا معناها يمتلك. طيب يعني الشنطة دي بتاعت سالي، فيبقى سالي عندها شنطة، هي أهو، يبقى سالي has عندها the blue bag. يعني الكلام ده سالي عندها الشنطة الزرقاء، سالي هاز ذا بلو باج أو ذا بلو باج از سالي's، بس سالي هاز ذا بلو باج. سهلة؟ سهلة. طيب تعالوا بقى نشوف اللي بعد كده بيقول لك إيه. بسم الله الرحمن الرحيم. Our family يعني العيلة بتاعتنا usually بعض الأوقات surprise parties. يعني إيه surprise parties؟ يعني بارتي اللي هي حفلة مفاجئة. To celebrate يعني celebrate يعني ايه؟ يحتفل. To our birthdays اللي هو أعياد الميلاد بتاعتنا. بتعمل ايه؟ gives تعطي surprise parties ولا. takes تأخذ لا. organize يعني ايه؟ تنظم أو ينظم صح. refuse معناها ايه؟ يرفض. احنا بنرفض؟ لا طبعا. ماشي يبقى هي organize تنظم. carefully معناها بحرص وعناية. The bread الخبز before eating the sandwich قبل ما تاكل الساندوتش المفروض تعمل ايه؟ fold يطوي، بالبلدي كده تبرم تلف تبرم كده تطوي، في اسمها fold يعني يطوي او يلف، او تطبق زي مثلا بتطبق الهدوم. اوكي delete يحذف اكيد لا. open تفتح العيش، ممكن تلاقي فيه صرصار ولا حاجه، ممكن تلاقي فيه صاحب المخبز نفسه عادي جدا لا. draw يرسم لا طبعا، فالصح بتاعتها تبقى ايه؟ fold يطوي. اوكي طيب بعد كده بقول لك ايه؟ the kitchen is very tidy دي معناها مرتب. تمام؟ حضرتك دلوقتي بتدخلي تبوظي الدنيا في المطبخ، تنيلي الدنيا مواعين عشان تعملي كوبايه شاي، فماما بتدخل تعمل ايه؟ تخليه مرتب. طبعا انت دماغك جت كلمه تايدي اللي هو مع تايد للغسيل مفيش مستحيل، لا يا ماما انا دخلت ام احمد لقيت الكلام ده، مفيش الكلام ده. تايدي دي معناها مرتب. The antonym of the word tidy عكس كلمة tidy مرتب. عكس مرتب ايه؟ فوضوي صح. hard صعب لا. clean نظيف لا. messy معناها فوضى او فوضوي. طبعا انت قريتها ميسي ميسي مين يلا؟ اسمها ميسي ده حاجة تانية يا حبيبي. ميسي بتساوي كلمة chaos CHOAS chaos معناها الفوضى. تمام؟ broken مكسور. الكلمة دي اسمها كياس ما اسمهاش تشاوز، كياس. فطبعا احنا خدناها ايه؟ ميسي عكس كلمة تايدي ميسي. ماشي. Tradition passes values from the generation to the next. Tradition معناه التقاليد أو التقليد. passes تمرر. values معناه القيم. From one generation to the next يعني أنت جدودنا تقليد أهو هم عملوه بيدوه للجيل اللي بعده، والجيل ده بيسلمه الجيل ويسلمه الجيل، فهي دي بالظبط. كلمة to get the adjective عشان نجيب الصفة من كلمة tradition نحط suffix. أعلمك حركة صايعة قوي. تعرف السفكس من البرفكس ازاي؟ سهلة جدا. افتكر البي اللي هي perfects بادئة. بي به يعني بنبدأ بها الكلام. به
ب بدأت الكلام، ب بدأت الكلام، ب بدأت الكلام، او بي بدأت الكلام، اللي هي بيرفكتس يعني بداية الكلام، انما سافكس في الاخر. فنقول تراديشنال نن، تراديشنال نن نن، انت بتطلع بتدور موتور غلط. تراديشنال نانس، ايه تراديشنال نانس ده ان شاء الله؟ تمام. تراديشن نين، تراديشن النين ده نين يا عيني اللي جرحني. تراديشنال تقليدي، تراديشنال. اوكي، فاحنا هنا هنحط ايه؟ تراديشنال. فاحنا اخترنا الاي ال عشان تطلع كلمه تراديشن نخليها تراديشنال. تعال نشوف اللي بعده يا ابو سعيد. طيب تعالى بقى نترجم زي ما احنا اتفقنا. اول حاجه فيجيتابلز معناه فيجيتابلز، خضروات، خضروات. اوكي. delicious لذيذ. first اولا. then بعد كده. انا بترجم، بحب انا اترجم بلد، انا ليكش انت دعوه بيا. انا نقول بعد ذلك، هي بعد كده. تمام. تهيني اللي هي الطحينه، طحين. اوكي طيب. making a tasty and healthy falafel sandwich is quick and easy. تعال نقرا بالراحه. making يعني صنع، tasty لذيذ وطعمه جميل كده وحليوه، ذو مذاق جيد. انت بتترجم اللغه العربيه. لذيذ، مذاقه حلو، طعمه جميل. and healthy falafel sandwich. عشان تعمل سندوتش طعميه زي الفل او فلافل زي الفل تعمل ايه؟ is quick and easy. سهل وسريع او سريع وسهل. طيب نقطه. you ايه need a loaf of bread معناها رغيف عيش، رغيف عيش. and some fried دي معناها محمر. طبعا احنا عايزين طعميه ايه؟ سخنه كده ومتحمر. يبقى اول حاجه بص، ما دام قال لك then يبقى قبل then كان في حاجه هنا اسمها ايه؟ ايوه شطوره، first. تمام، first. اول حاجه نكتب كلمه ايه؟ first. اولا كذا. then eat fresh، حط fresh ايه؟ صوص such I'm sorry eat fresh such as cucumbers. cucumber ده اللي هو ايه؟ خيار. tomatoes طماطم. lettuce الخس. next يبقى احنا نحط ايه؟ ايه اللي فيه طماطم وخيار وخس فوق هنا؟ صح؟ vegetables. يبقى هنا دي نكتب عشان بص الوقت، يبقى نكتب هنا 2، دي 2 vegetables. اوكي. such as كده خلاص قلناها. next pour دي معناها صب، يصب. a little sauce on top. ايه هنا اللي صوص؟ احنا خدنا vegetables خلاص وخدنا first. ايه هنا اللي صوص؟ طحيني صح؟ يبقى هنا 3 طحيني. on the top. finally fold the bread and enjoy your sandwich. اخيرا ابرم العيش بتاعك او اظبطه كده، تمام، وتستمتع بالايه ساندوتش. تستمتع بزن ولا ديليشس؟ ديليشس. يبقى دي رقم كام؟ 4. بس كده. fresh coffee has a nice smell. طبعا واحد اقول لي يا جينو مش ثانيه واحمد، مش سميل دي معناه يشم او يشم. سميل دي لها معنيين، لو جايه مستمره حاجه ولو جايه بسيطه حاجه تانية. مش فاهم حاجه. بص دلوقتي حضرتك حد دخل عليك الاوضه وماسك كوبايه قهوه. حلو. الكوبايه القهوه هتطلع ايه؟ هتطلع ريحه. انت هتعمل ايه؟ انت هتشم الريحه. شفت الاثنين ازاي؟ بالراحه خالص اهو. فكوبايه القهوه ايه؟ هتطلع ريحه، وانت ايه؟ هتشم الريحه. فانت لما تطلع لك الريحه انت هتعمل ايه؟ سميلنج. فانت عملت ايه؟ تشميت. انما الريحه اللي طلعت من القهوه اسمها سميل. تمام. القهوه طلعت سميل، طلعت ريحه. القهوه دي بقى لما نيجي نقول طلعت ريحه بنخليها في المضارع البسيط. انت لما شميت الريحه بقت في المضارع المستمر. وايه الفرق بين الاثنين؟ المضارع البسيط بيبقى هنشرحها بعدين ان شاء الله، هي بتبقى على فترات. يعني الريحه بتاعت لو انت حطيت كوبايه القهوه دي هنا في الاوضه دي زي الاوضه دي، لو حطيتها في كوالالمبور هي نفس الريحه، حطيتها في كفر شكر، كفر زيات، كفر الدلهاب، هتبقى بنفس الريحه. تمام، لانها هي بتصدر نفس الريحه. طيب انت بتعمل ايه بقى؟ انت بتشم، فانت مستمر لفتره مؤقته. هتفضل طول عمرك تعمل كده؟ فما البسيط ان انت بتفضل على طول، انما المستمر فتره مؤقته. فاذا الفعل ده لو جاي في حاله الاستمراريه بتبقى معناها يشم، انما لو في حاله البسيط معناها رائحه. يعني انا دلوقتي الريحه القهوه بتشم، لو قلنا القهوه از سميلينج فمعناه ان القهوه بتشم، ما ينفعش. انما القهوه سميلز يعني هنا ريحتها. زي بالظبط كلمه تيست يتذوق. لو انت قلت از تيستنج، محمد از تيستنج معناه محمد يتذوق. انما لو قلت محمد تيستس، محمد مذاقه حلو، احنا نهزر. انما لو قلت ذا كوفي از تيستنج يبقى معناه القهوه تتذوق ولا القهوه مذاقها، يبقى ذا كوفي تيستس. فلو اذا هي دي حسن، ده حوار كده هنحله مع بعض بس في الايه، في الشرح. فهنقول ان فريش كوفي هاز ا نايس سميل معناها ان القهوه الفريش، القهوه الطازه عندها ريحه حلوه. يبقى الريحه بتاعه الفريش كوفي حلوه اهو. يبقى ذا سميل اوف، بص بقى،
fresh coffee is nice. ماشي؟ طيب. The museum in London are famous. يعني المتاحف في لندن مشهورة. لندنز، يبقى هنا بقى لندنز لازم نقول ايه؟ يجي بعدها الحاجة اللي احنا الملكية، فنقول ايه؟ متاحف لندن. يبقى ايه؟ لندنز اهو. لندنز museums are famous. اوكي؟ ماشي. He owns a new flat in Alex. يعني هو عنده شقة جديدة في اسكندرية. يبقى يبقى شقته الجديدة في اسكندرية، شقته لما يقول لك his book كتابه، his bike عجلته، his flat ابقى نقول اهو. يبقى هو خلي بالك الاتش كابيتال يبقى هنبدأ بيها his new flat بقى نخليها نيو his. تمام. نيو دي ال اهو his new flat his new flat is in Alex. لازم is عشان ده فعل اساسي في الجمله. his new flat is in Alex. تمام ماشي. have to it's very important to wear your school uniform every day. ماشي. يبقى ايه؟ شيل دي كلها، يبقى نقول سهله خالص. يبقى you have to wear وكمل الجمله اهو عادي خالص. you have to wear your school uniform every day. it's very important. انا مهم جدا ان انت ترتدي، يبقى لازم او مضطر ان انت ترتدي. سهل. تعال نشوف الاول. Ali and Soha are talking about helping others. مساعدة الآخرين. هنا دلوقتي بيتكلم عن مساعدة الآخرين، فبقول له ايه؟ هنا هنتكلم ايه؟ عليا بتقول ايه؟ هاي سوها. ماشي؟ عليا وسوها. عليا بتقول ايه؟ هاي سوها. Did you hear what the teacher said about helping others? هل انت سمعتي عن اللي حصل او المدرس قاله عن مساعدة الآخرين؟ قلت لها yes, I think it makes people happy. يخلي الناس مبسوطة. and shows we care. ويخلينا نوري الناس او نورينه ان احنا معتنين ازاي. how can we others هي اصلا حالة نفسها. how can we ايه؟ لو قلت helping فانت غلطان، لان كان بيجي بعدها المصدر، فنقول ايه؟ how can we ايه؟ شطورة. how can we help others؟ ازاي نساعد الاخرين. قالت لها بص ردت عليها اهو. قالت لها we can help by giving food to. ان احنا ندي اكل لمين؟ people. مين اكتر ناس محتاجه الاكل؟ صح، poor people. صح، ناس الفقراء. ماشي. did anyone give other ideas؟ هل في حد تاني هيدي فكره جديده؟ مريم قالت لها مريم also suggested معناها اقترح. ways to protect معناها ايه؟ يحمي. نحمي ايه؟ هنحمي مين؟ اكتر حاجه احنا مشهور ان احنا بنحميها environment اللي هي البيئه. قالت لها what will you to help؟ هتعملي ايه عشان قالت لها I will try to do at least one. يبقى نفس الحوار، مش شرط do يعني، بس هنا قالت لها يفعل. يبقى what will you do to help؟ ماذا ستفعلي لكي ايه؟ او انت تعملي عشان نساعد. طيب بيقول لك ايه؟ The Grand Egyptian Museum. المتحف المصري الكبير. انا خطي في العربي على الله والانجليزي. المتحف نكتبها بخط هنا. انا ايه اللي هيحصل لو كتبناها بخط حلو؟ مش عارف انا. المتحف المصري الكبير. جراند دي يعني كبير. المتحف المصري الكبير is a national pride. pride دي معناها فخر قومي. تبقى ايه؟ proof اثبات لا. فوتو صورة لا. symbol رمز صح. تكست نص مش النص symbol of national pride. يعني المتحف المصري الكبير هو رمز للفخر القومي. بس كده. means دي معناها يعني kind عطوف او عسولة and helpful. واد كده يساعد الاخرين. ايه اكتر كلمة هنا معناها يساعد الاخرين؟ واحدة. selfish معناها الانانية او اناني. كده انت بتساعد حد؟ لا. violent دي معناها عنيف، شخص كده عنيف، لا بيضرب
لا كيرنج دي معناها معتني كده، واد عسولة بيساعد الناس الحلوة، يبقى هي دي. رود دي معناها وقح، قليل الادب، ما ترباش، واطي، معفن. بص اللي نفسك فيه قوله هنا عادي جدا يعني. طبعا لا. نوران wants to become a famous doctor. الحاجة نوران عايزة تبقى طبيبة مشهورة. باي ذا واي عشان بس انت لسه في اعدادية وصغنون، اولا ما فيش في اللغة العربية كلمة دكتور، هي اسمها طبيب. وكلمة دكتور لما بنترجمها باللغة العربية بنترجمها لطبيب، ما بنترجمهاش للدكتور. فتقول انا نفسي اطلع طبيب. معنى the opposite of famous، عكس كلمة famous. opposite دي معناها عكس، يعني بتساوي كلمة the antony. similar دي معناها مشابه. عكس مشهور مشابه؟ لا. unknown غير معروف، بس كده اهي، غير معروف. ماشي. well known معروف. different مختلف، احنا مش عايزين ده. the food had too much salt. قال لك الاكل ده فيه ملح كتير. to form the adjective of salt، عشان نطلع الصفة من كلمة salt احنا محتاجين نحط لها ايه في الاخر؟ تبقى salty بس خلاص. salty معناه مملح، انما سولتلي سولت ايه؟ سولتلي سولت فل سولت منت، لا ده هي في السلطانية، مفيش الكلام ده. طيب the book of the student in my class is very interesting. يعني الكتاب بتاع الطلبة أو الطالب في الفصل حاجة شيقة جدا. يبقى سهلة خالص أهو. the students تمام. students book is the student's book in، نكمل الجملة in my class is very interesting، بس كده. the student's book in my class is very interesting. the book of a student يبقى هي كتاب الطلبة، يبقى كتاب الطلبة هي belongs. my uncle owns this restaurant. belong ده معناه يخص، تبع. يعني بيقول لك عمي عنده مطعم، او owns عنده المطعم ده، يبقى المطعم ده يخصه، يبقى this restaurant belongs to my uncle. ماشي، ينتمي له. this house is theirs. ده منزلهم. this house is theirs، يبقى this is their house. اهو this is their house. بس ماشي. it isn't necessary for her to come early next Saturday. تمام. Saturday احنا بنقول عليها Saturday. ايه Saturday دي؟ Saturday. اوكي. doesn't، ما دام لقيت كلمة necessary و doesn't و don't والحاجات دي، اعرف ان في doesn't have او don't have او didn't have، بس حط لها to. يبقى ايه؟ it isn't necessary for her دي مين؟ بنوتة، فتبقى she، تتحول لشي. ما دام لقيت دي يبقى she ايه؟ she doesn't have to، وكمل الجملة come early next Saturday. بالراحة يا شنو عشان ما فهمتهاش. it isn't necessary يعني ليس من الضروري لها أن تأتي، بالبلدي كده مش من الضروري ليها أنها تيجي بدري السبت الجاي. طيب doesn't، أنا عندنا كلمة مش من الضروري بتساوي كلمة إيه؟ مش مضطر، فكلمة مضطر اسمها have to، تمام؟ أو has to أو had to. عايز أقول بقى مش مضطر، فبقول don't have to مع الجمع، و doesn't have to مع المفرد، و didn't have to في الماضي. فهي دلوقتي جمع ولا مفرد ولا إيه بالظبط؟ لا مفرد، حطينا شيء وقلنا doesn't يبقى doesn't have to. تمام يابا؟ تمام. طيب تعالوا ندخل على اللي بعديه. تعالوا بقى نشوف آخر حاجة. بسم الله. أول كلمة spoonful معناها ملء، ملعقة. إيه ملعقة؟ إيه ملعقة دي؟ next بعد ذلك first أولا، stir يقلب، وslowly ببطء. ماشي. making scrambled eggs، making إن أنت تعمل بيض مخفوق is easy سهل، وquick سريع. first أول حاجة you need 3 eggs، أنت محتاج 3 بيضات. a little milk شوية لبن. salt ملح and butter زبدة. break the egg into bowl. bowl ده اللي معناه bowl اللي هي البولة الوعاء. then add ايه؟ هنحط ايه هنا؟ هنحط ايه؟ spoonful of milk اهو، بس ملء معلقة من الحليب and a little salt وشوية ملح. mix everything well يعني اخلط كل حاجة مع بعض with a fork. fork معناه ايه؟ شوكة. طبعا حضرتك دلوقتي بتقولي لي ايه؟ الشوكة ولا تشرب شاي ولا صايم؟ صايم ازاي؟ احنا المفروض الحصة دي في العيد يا زكي. خلي جرجس يعمل لك شاي. جرجس مين؟ طيب with a fork. واحدة طبعا هتقول لك ايه؟
الواحده دلوقتي هتقول لي مش المفروض يجينوا قلنا بالمعلقه مش بالفورك؟ يا حبيبتي يا حبيبتي يا ماما، انت كده ما دخلتيش مطبخ في حياتك. تمام، المعلقه بتبقى عامله كده، فانت هتعملي البيض هيلف حوالين نفسه، انما دي بتدخل بقى المكونات في بعضها. اساليني انا، تمام، راجل بيت شاطر انا. with a fork. بعد كده next اهو next بعد كده put some butter، حط شويه زبده في الطاسه، بان اون هيت. شفت جيرك ريقك جري ازاي؟ ايوه، بعد المحاضره ده تعمل لك بيضتين كده حلوين. when the butter is hot، لما تكون الزبده كده سخنه، pour the eggs، حط البيض بقى ايه slowly. ايوه بقى، وانزلي يا ست الكل بالطشه. دونت، انا بحس ان انا انت حاسس ان انا الشربيني في نفسي. don't make the heat too high، ما تخليش الحراره عاليه. خلي بالك the eggs gently as they cook. تعمل ايه بقى؟ ايوه اهي، انا اهي ايوه بقى. كان معكم الشيف شربيني والشيف جينو. بس يا سيدي، ان شاء الله اشوفكم على خير باذن الله تعالى في مراجعه، هتبقى مراجعه بقى على الوحده 7 و8 و9 مع بعض، بعد كده في الوحده 10 وعندنا ال11 وال12 ومراجعه ليله الامتحان ومراجعه نهائيه. بص هشهيصكم ان شاء الله. تمام، اتمنى من الله لو الدنيا عجبتك والشرح عجبك والدنيا بسيطه خالص. احنا كده ما شرحناش كمان، احنا كده بنظبط الدنيا، وباذن الله مكملين مع بعض. سبسكرايب بقى للقناه، سبسكرايب للقناه وقناه الواتساب اللي هي موجوده في الديسكربشن، هتلاقي فيها الPDF، هتلاقي فيها كل حاجه. وانتظرونا باذنك انت يا رب. عشان ليه بقول لك سبسكرايب للقناه؟ مش عشان نعدي نزود عدد الفولورز ولا بدنجان، لا، عشانك انت، عشان لو في اي حاجه نزلت تبقى عارف احنا هننزل امتى. تمام، بس يا سيدي، وابعت الكلام البسيط ده الفظيع ده لاصحابك، قول لهم على خير ان جينو بدا يدي اعداديه.